الثاني أصول الاستدلال. ما معنى أصول الاستدلال؟ إما بزيادة أصول أخرى كالمنظومة الكونية والأفكار الحداثية والفلسفة الوضعية، هذه كلها بدع لا يجوز ماذا؟ لا يجوز التعريج عليها في باب الاستدلال للأحكام التي يجب أن تسوس الناس. عودة. الأمر الثاني إقصاء بعض أصول الاستدلال، كان أصل الاستدلال ولكن يراد ماذا؟ إقصاؤه، كإسقاط خبر الواحد مثلا، أو إسقاط السنة جملة وتفصيلا، أو وهذا أخطر تجاوز المنظومة الاستدلالية عند المسلمين اللي هي أصول الفقه. علاش قلت لكم هذه أخطر؟ لأن بعض الناس يصابوا مع هذه الحملة هذه وهم يظنون أنه يحسنون صنعا. أما الكذابة بحال محمد شحرور، عارف واش كيدير؟ محمد شحرور يقول لا يمكن للمسلمين أن ينهضوا إلا أن يتجاوزوا رسالة الإمام الشافعي. ما معنى هذا الكلام هذا؟ كل واحد يقول هادشي اللي بالي فاش القرآن. قال الإمام الشافعي نسخ، قال بالنسخ ولا لا؟ هو بالنسخ، وجاء الأصوليين بعده فصار إجماعا أن النسخ واقع في الشريعة عندنا. وقال لك النسخ ما كاينش، في كاينش حاجة من النسخ. إذا قلنا بأن النسخ ما كاين معناه أنه رمضان ها هو جاي، يمكن تصوم، يمكن تفدي، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين. من نجي تقول ليه منسوخ، يقول لك حنا الرسالة حرقناها، وداك الشيء اللي كيخربق علينا الجويني والغزالي والراسي والآميدي وبالسوقي ولفين يصلح لهم راه مابقاش خدام لينا، لأن الأصل ديالو اللي هو رسالة الشافعي أجدنا ليه حرقناه. طبعا هذيك الأولى لأن هذيك عايقين بها المسلمين، خبر الواحد نسقطوه نسقطوا السنة والهجوم على البخاري والهجوم على كتب السنة إلى آخره، هذا باين. لكن هذا ما بينش لبعض الناس.